فجأة كده ومن غير أي مقدمات انتشر خبر إصابة النجمة الجميلة كندا علوش بمرض السرطان على كل مواقع السوشيال ميديا، وده بعد ما أعلنت الخبر الصعب مع المذيعة منى الشاذلي خلال لقائهم مع بعض. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل القصة، ويا ترى كان إيه رد فعل جوزها الفنان عمرو يوسف، وإزاي محمد صلاح اتواصل معاهم وعرض عليهم إيه بالظبط. اتصدر اسم الفنانة كندا علوش ترند محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وده خلال الساعات القليلة اللي فاتت، وده بعد حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في بودكاست على القناة الرسمية للإعلامية بموقع الفيديوهات يوتيوب. ووضحت كندا علوش إنها مرت بسنة وشهر على اكتشافها الإصابة بالسرطان الثدي، وإنها بتاخد حالياً جزء باقي من جرعات الكيماوي والهرموني، وده بعد ما انتهت من العلاج الإشعاعي. وقالت كندا بالحرف الواحد: ظهرت عليا أعراض بسيطة، بس أنا مش بحب أهتم بالتفاصيل، وأنا طبيعتي مش بخاف لأني بسلم أمري ربنا بسهولة. وكمان لما عدى 5 شهور ونفس الأعراض كانت عندي، فعمرو جوزي قال لي أنتي لازم تعملي فحوصات، وما كنتش مقتنعة إنه له لازمة، ولكن اقتنعت بعد وقت إني أروح وأعمل فحوصات. وأول ما رحت للدكتورة قالت لي إن في أي حاجة مش مظبوطة. تبعت كندا كلامها كمان وقالت: قررت الدكتورة أخذ عينة عشان توصل للسبب، وبعد 3 أيام لقيت راجل بتاع التحاليل كلمني وقال لي النتيجة مش كويسة وفي أكتر من مرض، منهم ورم خبيث في الثدي. بس عمرو كان شاكك في الموضوع وقلقان. وكشفت كمان كندا علوش تفاصيل مكالمة محمد صلاح ليها بعد ما عرفته بإصابتها بمرض سرطان الثدي ودعمه الكبير ليها. فقالت: اتفاجئت ان محمد صلاح بيتصل بعمرو وقال له انت ليك عائلة في لندن، لو عايز تيجي في اي وقت وكندا تتعالج عندي او تبعت لي تحاليل، انا بحبكم جدا. وانا لقيته بيكلمني واتفاجئت قد ايه هو انسان كده وبيكلمني ومهتم، واتصل بيا مرتين. حقيقي انا سعيدة جدا. اتكلمت كندا علوش عن اصعب اللحظات اللي مرت بيها خلال رحلة علاجها من مرض السرطان، وكمان اتكلمت اصعب الفترات اللي مرت عليها لما شافت اللي بيحصل لجيراننا في الارض وازاي بيعاني الاطفال هناك، وقالت انها حاسة بالحزن الشديد عشانهم. كمان قالت كندا علوش: عملت العملية في نفس فترة الأحداث، وأنا قررت أركز مع الأخبار بدرجة صعبة، وكنت بتابع كل تفاصيل أحداثهم ثانية بثانية، وكانت الأحداث أكثر شيء أرهقني، وكنت بصحى وأنام أبكي، وجالي كمان اكتئاب، واستمر الموضوع لمدة شهر لحد ما عمرو قال لي أنا مش هسمح لك تعملي كده في نفسك، ودي مش أنانية، ودي كانت فترة انهياري. في فترة كنت بروح المستشفى عشان أفصل من البيت والأطفال. كشفت كمان كندا علوش إن والدتها اكتشفت إصابتها بمرض السرطان بالثدي، واللي كانت صدمة كبيرة عليها، وقالت: أنا اتكسرت بجد وقت ما عرفت إن والدتي كان عندها نفس المرض وفي نفس المكان، ولكن المرض عندها كان مختلف عني، عشان كده هي عملت جراحة على طول وبدأت بعدها العلاج الكيميائي، وكنا بنروح الجلسات مع بعض، وأنا كنت خايفة أكتر على مامتي لأن أمي بتتوتر وبتخاف أكتر مني، ولكن كنا دايما بنردد كلمة الحمد لله. وفي النهاية بنتمنى إن ربنا يشفي الفنانة الجميلة قوي كندا علوش.